عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا سمعتوا احمد طه عزت مع ابراهيم فايق. سمعتوا طه عزت مع ابراهيم فايق. طلع لخص الكرة المصرية في 15 دقيقة. طلع لخص الكرة المصرية، الرابطة واتحاد الكورة والاهلي ومين اللي بيدير الرابطة. وما هو الرابطة ما فيهاش الا احمد دياب بس. شيل ده من ده يرتاح ده عنده، وهو احمد دياب بس. احمد دياب وكان طه عزت. طه عزت كده مش هتشوفه في الرابطة تاني، واحتمال ما تشوفوش في الكرة المصرية تاني. طه عزت بعد المكالمة اللي طلعها مع ابراهيم فايق مش هتشوفها في الكرة المصرية. هو ده اللي بنتكلم فيه بقالنا شهرين. موضوع ايه؟ موضوع الرابطة والقانون ما بيتطبقش واتحاد الكورة والرابطة ومين. احنا بقالنا شهرين ما بنتكلمش الا في كده. بقالنا شهرين ما بنتكلمش. الرياضة المصرية ما بتتكلمش الا ايه؟ الرابطة وماتش القمة والتطنات وهيتعاد وزيزو راح، هم الموضوعين دول بس. بعد الماتش كده تلاقي مثلا في ناس بتتكلم فنيات. الاهلي لعب 3-5-2، لعب 4-3-3، لعب. لا، بنتكلم مثلا ايه؟ القمه هيتعاد ما يتعادش بس. تخش بقى ماتش تحليل الجمله، التكتيك، اللعيبه، مش التدريب، اللياقه البدنيه، لا، ما بتتكلمش في كده. انت بتتكلم في ايه؟ هو القمه والرابطه فطبعا الرابطه قعدت النهارده مع الانديه بعد الاجتماع اللي قعدوا معاه، وخلاص حددوا الدوري 21 وما فيش هبوط. مش عارف برضو ليه رقم فردي. يعني ليه رقم فردي؟ كان هبط فريق، كان صعد فريق تاني، لكن فردي ده مش عارفين ماشي ازاي. بقى الصدام اللي جاي زي ما قلنا من فترة، والكلام ده قلناه كتير. الرابطة واتحاد الكورة والأهلي والكاس، محكمة الكاس، محكمة الاتحاد الدولي، هتعمل حاجات جامدة في الدوري المصري ده. الدوري المصري ده هو اللي هيحكم، هو اللي بطل الدوري هيتحدد من الاتحاد الدولي، مش هيتحدد من هنا من مصر. سيبك ان احنا بعد ماتش فاركو هنقوم والدوري لا. بس هو الموضوع برضو يعني ملخبط. مكالمة طه عزت قلبت الموازين. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه بس ما حدش كان في الدرة كده، تحت الترابيزة، شاي بالياسمين كده. فتشوف بقى مفاجآت في الدوري المصري الايام اللي جايه. تشوف مفاجآت لو عايزين تصلح حال الكرة المصرية. لو عايزين تصلح حال الكرة المصرية. طبعا كمان شفنا الاعلان بتاع اتصالات، متهيألي هي كده هتعمل ايه؟ اعلان فهتقلب الدنيا بيه. ده الاعلان اللي هي مش شركه. ما اسمع، زي ما بقول لك كده، في ساعات كان ملايين كده ساحبين، عاملين محولين اتصالات، من اتصالات لفودافون، من اتصالات لموبينيل. فتحس ان في يعني قرارات كده، ده هيبقى ترند. لا، الموضوع فرق كتير قوي في اتصالات. وطبعا الزمالك قدم بلاغ في شركة اتصالات. وهنشوف الدنيا اللي جاية ايه مع في موضوعنا التاني بقى، موضوع الاهلي ونغمة الوطنية وبيلعب باسم مصر. طبعا بطولة اليد اللي الاهلي حصل عليها، بطولة اليد من الترجي التونسي، والبطولة اللي هتقام كأس العالم هيقام هنا في مصر. فطبعا البلد المستضيفة بيشارك البطل منها، والاهلي بطل افريقيا. فالاهلي لو شارك بطل افريقيا يبقى الترجي، يبقى الزمالك البلد المضيفة. فلا، احنا نعمل ايه؟ احنا هنشارك البلد المضيفة وندخل التاني اللي هو مين؟ اللي هو الترجي، عشان يبعد الزمالك. محدش يتكلم عن النادي الوطنية، محدش يتكلم في النادي الوطنية. كل فريق بيلعب باسمه، مفيش حاجة اسمها باسم مصر. طبعا ده كان الموضوع التاني. طبعا